ميدان السيدة زينب. ويظهر فيه التواجد الأجنبي الذي يتزايد مع منتصف القرن التاسع عشر، عندما نزح إلى مصر 100,000 أجنبي، بينهم البنكير اليهود الذين استقروا في مصر وأطلق عليهم لقب الوحوش الجديدة. ميدان محمد علي بالإسكندرية، حيث الحياة الأوروبية للأجانب الذين يذكر الدكتور الجريتلي عن كبارهم أنهم كانوا ينتمون بالقرابة إلى كبار الممولين اليهود في الغرب، مثل روتشيلد وأوبنهايم وكاهن وكافيتس. محطة الرمل. تذكر أوراق أرشيف لوميير أن خط السكة الحديد من الإسكندرية إلى القاهرة الذي يرجع إلى سنة 1855 هو أول خط أنشئ في الشرق. وفي اللقطة نتعرف على يهودي لحية لكن طويلة مميزة، وطربوش لكن بذر طويل أيضا. وقد وفد إلى مصر في العام السابق لتصوير هذه اللقطات جوزيف ماركو باروخ، الذي أسس أول جمعية صهيونية في القاهرة باسم جمعية باركوخيا الصهيونية. استطاع دكتور الجريتلي أن يجمع المعلومات عن عائلات البنكير اليهود والممولين الكبار مثل عائلة الخواجة ليفي قطاوي ويعقوب وموسى وإليا ليبي ومنشة وسوارس وسرسق. ومن الأسماء اليهودية التي ذاع صيتها عائلات أسمالون وهراري وأجيون وفينا حكيم وبيجا ومصيري وصدناوي وشيكوريل، واليوناني سندينو. في بنها العسل توجد نقطة التقاء خطي الزقازيق وقناة السويس. للعلم فإن المحطات الرئيسية هنا يوجد بها بوفيهات على الطريقة الأوروبية، فتقدم لحوما باردة ونبيذا ومشروبات روحية. أما بعد طوخ ب5 دقائق فتبدأ الأهرامات في الظهور بوضوح من ناحية قليوب. كتبت الصحافة الفرنسية بأن هذه اللقطة تنقل المشاهد أمام الوحش الحجري من زاوية تبرز حجمه العملاق بالقياس إلى الجمال التي تمر أمامه. ولكن الشهرة الأكيدة لهذه اللقطة في حينها جعلتني أفهم لماذا ظلت أوروبا ترانا مجرد راكبي جمال في الصحراء. هؤلاء السواح يستمتعون في قرية ميتراهينا، هنا مثلا التمثال الضخم للفرعون رمسيس ممددا قبل أن ينفض عنه الغبار عندما سيتم نصبه في ميدان محطة مصر بعد حوالي 60 سنة من هذه اللقطة. لقطة للسائحين يركبون الحمير في قرية سقارة. كتبت صحيفة ليون الفرنسية
عن بعض لقطات لوميير أنها ستنقل للمتفرجين متعة الرحلة بمركب في النيل لنشاهد ضفافه الجميلة، وكأننا في إحدى أساطير ألف ليلة وليلة. لكن من ناحيتنا يمكننا أن نتأمل زمن تصوير هذا النيل لنلاحظ أنها نفس سنوات هرتزل الذي نادى بهذه المياه لتأسيس إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، وهما النهران اللذان يرمز لهما بالخطين الأزرقين في علم الدولة المقترحة باسم إسرائيل. ورغم علم هرتزل بمشروعات تنظيم الري النيلي، بدأ حملته متسللا بقوله: نحن نطلب من النيل فقط المياه الزائدة التي تجري إلى البحر ولا يستفاد منها، زاعما أن عدد السكان المصريين المستفيدين من المياه قليل جدا، متناسيا أن عدد سكان مصر قد تزايد 3 أضعاف خلال القرن ال19 حتى اقترب من 10 ملايين نسمة وقت تصوير هذه اللقطات. هذه لقطة لوميير في مدخل القناطر الخيرية التي شرع محمد علي في إنشائها على النيل سنة 1835 لحجز بعض مياه الفيضان ثم الاستفادة بها عند الحاجة في نظام الري الدائم. لن يكون من باب العجب أن نكتشف أن في هذه السنوات قد أنشئت على ضفاف هذا النيل مستعمرة صهيونية ضخمة واستمرت ل4 سنوات، وأنها بدأت بعد زيارة هرتزل للقاهرة في مارس سنة 1903. نقرأ بالأهرام في ديسمبر من نفس العام خبر شراء الخواجات ل100,000 فدان هي كل سهول كومومبو بسعر 20 قرشا للفدان، ولتصبح كومومبو أول مستعمرة صهيونية يأتون إليها بالفلاحين الإسرائيليين المعسرين لزراعتها. وقد بدأ المشروع بإدارة الصهيوني المعروف بن عاداه دون التوقف عن استيراد هؤلاء اليهود إلا عندما تركز اتجاه الهجرة اليهودية إلى فلسطين في عام 1907. بالمناسبة، هذه الجزيرة التي تصورها كاميرا لوميير هي ما أصبح بعد ذلك أرقى أحياء القاهرة، حي الزمالك، والتي أصبح الآن نوع ساكنيها الجدد والقدامى ونمط حياتهم معا تعبيرا مباشرا عما يفرزه تاريخ الصراع المصري الطويل ضد السيطرة الأجنبية الحديثة، أي منذ مجيء الممولين الأجانب واليهود، والذين كانوا على درجة كبيرة من الكفاءة المالية، فأدركوا فرص الكسب من إقراض الخديوي سعيد وإسماعيل، ومن الوساطة في عقد القروض، ومن تحويل الفوائد والأقساط إلى الخارج، وكل ما أصبح نهبا لاقتصاد الشعب المصري وإغراقه في الفقر. هكذا ورغم تعداد 10 ملايين نسمة فقط، كانت الصورة العامة لحياة الناس في بلدنا في نهاية القرن ال19 صورة تنطق بالفقر والاستغلال والقهر تحت سيطرة الاستعمار الإنجليزي الجاثم على صدور البلاد منذ عام 1882.